في عود ما ديروا لي كروكات تاع الدجاج نروحوا نديروا هاد لي دونات تاع الدجاج المقرمش. السلام عليكم، جيتكم اليوم بدونات الدجاج المقرمش، شكل راقي ساهلين مهلين وبنتهم كي العاده الهبال تاع الدنيا، لازم تجربوهم وتزيدوا تخبوهم من رمضان ان شاء الله. الحاجه الاولى هنا عندي صدر تاع الدجاج يكون كبير، زدت معاه نص حبه تاع بصل مقطع بهذيك الطريقه، حبه بطاطا تكون مغليه، 4 سنات تاع الثوم والتوابل والمعطرات مكتوبين تحت الفيديو. نحكم الروبو تاعي نحط فيه البصل، نزيد عليه الثوم هذاك ونجي نرحيهم مليح بهذه الطريقه حتى وين يترحاو مليح. بعدها نروح نضيف البطاطا هذيك المسلوقه اللي تحبها تكون كبيره، كملت رحيتها مليح كيما راكم تشوفوا هنايا. نجي نضيف عليه هذاك الدجاج اللي كنت قلت لكم الصدر يكون كبير بهذه الطريقه، نقطعوه كيما تحبوا. نضيف عليه توابل من المعطرات، 3 مغارف كبار تاع لا شابلور، انا حبيتهم يجوني شويه حارين على بها، زدت لهم مغرف صغيره من الهريسه تاع عمور اللي راح تعطيهم بنه وحروريه هايله. هنا درت منها قسم مغرف صغيره، نحاول نحطهم في الروبو ونرحيهم مليح بهذه الطريقه. هكذا لاباري تاعنا تكون واجده. نحطها في ريسيبيون، تحبوا تغطوها وتخلوها تريح شويه في فريجيدر ولا خدموا بها ديريكتومون. نحطها في اون بوش ونجي نبوشي بهذه الطريقه، تحبوا ديروهم خشان ولا رقاق كيما تحبوا، انا نحبهم يجوا رقاق شويه. نبوشيهم بهذه الطريقه جد سهله، نزقمهم شويه تاع الماء بهذه الطريقه غير بصبعتيه، نحطهم في الكونجيلاتور حتى وين يشدوا روحهم مليح. بعد ما يشدوا روحهم مليح بهذه الطريقه يتكونجلاو، ونجي نجوزهم في الفارينه في البيض ولا شابلور ونروح نقليهم ديريكتومون. هنا نبدا نقلي فيهم حتى وين يدوا لون ذهبي شباب، نقدمهم مع عاد لاصوص اللي درت فيها 3 مغارف كبار تاع المايونيز، 2 مغارف صغار تاع الهريسه، شويه تاع المعدنوس، وزدت عليهم 10 تاع القرص لا موطغ. نخلط كلش ونقدموهم بهذه الطريقه وبصحتكم.